الحكاية ديال اليوم مرعبة واللي كتحكي التفاصيل ديال رغد. هاد البنت اللي عاشت أحداث مثيرة في بيت الجدة ديالها. القصة د رغد كتبدا ملي كانت صغيرة وكتلعب مع بنات خالتها في بيت الجدة، البيت اللي كان الملجأ الأول ديال العائلة في مختلف المناسبات والأعياد. ملي بلغت رغد 10 سنين عملوا لها عيد ميلاد في بيت جدتها، وكان آخر عيد ميلاد ديالها في ديك البيت، حيت موراها بفترة ماشي طويلة مات الجد ديال رغد وخالها. دخلت الجدة في حالة نفسية صعيبة بسبب هاد الحادث، دخلت في اكتئاب حاد وانعزلت في الغرفة ديالها، وما بقاتش العائلة كتجمع بحال اللي كانت قبل. رغد ما عاودتش مشات لبيت الجدة، وبعد مرور 12 سنة ماتت أم رغد، وبحكم أنها الوحيدة اللي كانت كتزور الجدة باش تطمن عليها، قررت رغد أنها تكمل على الخطة ديال الأم ديالها المتوفاة وتمشي تزور الجدة حتى هي. وفي يوم الجمعة بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية فاقت بكري باش تلحق الحافلة اللي هتديها لمحطة القطار، وبسبب زحمة السير وصلت متأخرة وفاتها القطار الوحيد اللي يقدر يوصلها لبيت الجدة. شعرت رغد بالإحباط، ولكنها تذكرت باللي دار عمتها قريبة من المحطة. قالت في نفسها ما حدها ما تمكنتش أنها تمشي لبيت الجدة، علاش ما تزورش عمتها وتطمنها للأحوال ديالها. بالفعل مشات رغد، ومجرد الوصول ديالها فرحت عمتها بزاف ملي شافتها، استقبلتها وملامح الفرحة والبهجة باينين عليها. سولت على الأحوال ديالها وديال الأب وخوت رغد، وبعد ما انتهوا من الحديث سولت على سبب القدوم ديالها بعد غياب طويل. جاوبت رغد أنها كانت ماشية لبيت الجدة ولكنها فوتت القطار. ملي سمعت العمة أن رغد باغا تزور الجدة تلون وجهها وبانت عليها ملامح الخوف، وقالت لا ما تمشيش لعندها حيث كنسمع عليها شي قصص ما يمكنش العقل يصدقها. جاوبتها رغد وقالت لها مالا جداتي وهاد القصص اللي كتقول، جداتي ظريفة بزاف وما تقدرش تأذي حتى نملة. جاوبتها العمة وقالت لها أنا كنصحك وانتي فحال بنتي، عمل بالنصيحة. جاوبت رغد ما تتقلقش يا عمتي، أنا كبيرة وكنعرف مصلحتي. وفي اليوم التالي مشات رغد بكري وركبت القطار، ومجرد الوصول ديالها خدات تاكسي وقصدت بيت الجدة اللي كان وسط الغابة ومحاط بالأشجار. وعند الباب استرجعت رغد الذكريات الجميلة اللي عاشتها في هذا البيت الكبير. دقت الباب وبقات كتسنى لمدة نص ساعة، حست بالإحباط وبغات تمشي في حالها. يلاه دارت وهي تفتح الباب وقالت لها الجدة رغد واش هادي انتي؟ فبمجرد سمعت رغد هاد الكلمات هبطوا لها الدموع بالفرحة وقالت نعم هادي أنا جداتي. ولكن دغيا ما حست رغد بشي حاجة مبدلة في الجدة، درجة الحرارة ديالها اللي كانت مرتفعة وتزاد الطول ديالها. رغد ما عطاتش أهمية للموضوع ودخلوا للدار، وقالت الجدة ارتاحي وبدلي الملابس ديالك بيد ما نوجد لك شي حاجة تاكلها، ولكن قبل ما تدخلي للغرفة دقي الباب 3 ديال المرات. رغد ما خدتش الأمر على محمل الجد ودخلت، وأثناء ما كانت كتبدل عليها حسيت باللي فحال شي واحد كيراقبها من زاوية الغرفة. خافت رغد ولبست عليها بسرعة وخرجت. وفي الليل قالت الجدة ما تخرجيش من الغرفة ديالك واخا يوقع اللي وقع. وملي توجهت للغرفة جبرت في الممر بزاف ديال الأبواب مسدودة، وتذكرت كلام الجدة اللي وصاتها ما تفتح حتى باب. وفي آخر الممر ظهر واحد الظل غريب مما جعل رغد تدخل الغرفة ديالها بسرعة وتسد الباب. وملي دخلت للفراش حست بحرارة مرتفعة بجنبها مع أصوات الرياح. بقات رغد كتشوف اليمين والشمال وكتراقب من خلال النافذة الأشجار اللي كتمايل كأنها عمالقة من الإنس. ما قدرتش تنعس أثناء الليل ومشات عند الجدة، وفي الممر شمت رائحة العفن خارجة من واحد الغرفة. وملي فتحت الباب جبرت الجثة ديال الجدة متعفنة وسط الحمام. رجعت رغد مصدومة للغرفة ديالها وجمعت الحقائب ديالها ومشات كتجري نحو الباب. وبالمرور حدا غرفة الجدة سمعت الصوت ديالها
هاد الصوت كان كيقول هاد البنت ديالنا دابا نعملو بها اللي بغينا. نظرت رغد من خلال فتحة الباب وما قدرتش تصدق داكشي اللي شافت. الجدة اللي كانت جثة من شوية دابا واقفة وكتتكلم مع شي واحد. ووسط هاد الذهول كامل لاحظت رغد أن الجدة عندها أرجل ماعز، الشي اللي زاد من هول الصدمة وخلاها تمشي بسرعة نحو الباب. وفي الطريق ديالها طيحت واحد الفاز بحكم الظلام، حيت الضوء كان كيمشي ويجي. الصداع اللي انتج على تكسر الفاز وصل لمسامع الجدة، وبدات كتلاحق رغد اللي بدورها زادت سرعتها باش توصل للباب. وملي فتحت الباب وخرجت دارت تشوف موراها، جبرت الجدة واقفة موراها واحد الظل كحل كبير وعلى وجهها واحد الابتسامة مخيفة. دخلت رغد هربانة وسط الغابة في الظلام والريح، متوجهة لمحطة وقود ولا مربع سكني، لكنها تفاجأت بوجود سيارة أجرة وسط الغابة في هذا الوقت المتأخر بالليل. ركبت وقالت للسائق يديها للمكان اللي كتعيش فيه، لكنه تحرك بلا ما يدور موراه، الشي اللي زاد الشك ديالها. وفي الطريق وهما ماشيين بقات رغد كتردد الأذكار، ولاحظت باللي السائق كيغيب شوية وكيرجع حالته الطبيعية. طلبت منه يوقف في محطة الوقود باش تشري شي أغراض من البقال اللي تما. فعلا دخلت باش تشري الماء وبعض الأدوية، وتفاجأ صاحب البقال ملي شاف حالتها المزرية. كانوا الملابس ديالها موسخين ووجهها شاحب، ولكنه ظنها شي وحدة من المشردين. وملي جات تخلص استعملت البطاقة البنكية ديالها، مما زاد من استغراب صاحب البقال. وملي خرجت لاحظ أن سيارة الأجرة ما كتبانش في الكاميرا ديال البقال، والشيار اللي راغد هو كيقول لها البطاقة ديالك مخداماش، وطلب منها ترجع باش يتحقق. وتأكدت رغد من الهاتف ديالها بالرسالة اللي وصلتها باللي تم اقتطاع المبلغ، وطمناته باللي البطاقة خدامة والمبلغ تم السحب ديالو. عاود صاحب البقال نفس الجملة 3 ديال المرات حتى خافت وظنت أنه قاتل متسلسل. مشات بسرعة للسيارة وعيط لها آخر مرة باش تدور موراها. جبراتو هز في يدو واحد اللافتة مكتوب فيها ما تركبيش السيارة راها ما كتبانش في الكاميرا. في ديك الساعة كانت شابرة في المقبض ديال باب السيارة، وملي شافت في السائق جبراتو عمها اللي توفى هذه مدة. مشات رغد كتجري للبقال وعمها كيجري موراها، وصاحب البقال بدا كينزل ريدو ديال المحل. عثرت رغد بالعمود القصير ديال المطافئ وطاحت في الأرض، وبقات كتسحف باش توصل للمحل قبل ما يتسد عليها وعمها يلحقها. ما عرفت كيفاش سدت عينا رغد حتى فتحاتهم ولقات راسها في المستشفى ممددة في الفراش. جات عند الممرضة كتسولها على حالتها. ردت رغد بأسئلة كثيرة، شني وقع لها وشكون جابها للمستشفى وفين هو صاحب البقال اللي بغى ينقضها. الممرضة قالت لها ما نعرف، ولكن صاحب البقال في الغرفة المجاورة. بغات تمشي تطمن عليه ولكن الممرضة منعاتها. رجعت رغد للفراش وراسها عامر بالأسئلة، وهي كتمنى شي واحد يسقسي فيها من عائلتها أو المعارف ديالها أو حتى الشرطة تستجوبها. وفي هذا الأثناء وهي كتسأل نفسها تذكرت الشجاعة والشهامة ديال البائع اللي بغى ينقضها. قامت في غياب وانشغال الممرضة وخرجت من الغرفة. وهي ماشية في الممر شافت الناس والأطباء والأطفال وحست بطمأنينة، ولكن في نفس الوقت حست بارتباك، حيت كلشي كان كيشوف فيها بنظرات مثيرة للشك، والمستشفى كان فيه واحد الصمت غريب. ومع ذلك كملت رغد الطريق ديالها للغرفة اللي كان فيها البائع باش تشكرو، ولكن ملي فتحت الباب جبراتو باقي في الغيبوبة. شكراتو ورجعت في حالها، وفي طريقها وهي كتسائل مادام حتى البائع في غيبوبة شكون اللي جابهم جوج المستشفى. بعد مدة بغات تخرج رغد من المستشفى، لكن الممرضة منعتها وقالت لا ما تمشيش حتى يجي يديك شي واحد من عائلتك. اتصلت بعائلتها هاتفيا وطلبت منهم يجيو باش يديوها في حالها، ولكن تفاجأت بأنهم كيعرفوا المستشفى اللي هي فيه بلا ما يسألوها على الاسم ديالو ولا على حالتها كيف بقات. قفلت خط الهاتف وهي غضبانة على رد فعل عائلتها، وبقات كتستناهم حتى الليل، ولكن ما جا موراها حتى واحد. وفي وقت العشاء قامت رغد باش تاكل حيت كانت جيعانة بزاف، ومني قربت من الماكلة شمت رائحة كريهة خارجة من الصحن.
ولمست الصحن بيدها كان بارد رغم أن الماكلة كانت سخونة بزاف. استغربت رغد، ومع ذلك ذاقت ملعقة من ديك الماكلة وكان الطعم كفاس من الرائحة. سمحت في كل شيء ومشات تنعس. وبعد ساعات معدودة سمعت صوت جرس قوي وسط المستشفى، وتساءلت مع نفسها عن سبب استعمال هذا الجرس منتصف الليل بالرغم بأنه يزعج المرضى لا محالة. رغد طال النعاس ومشات لحمامات المستشفى حيت في الغرفة ديالها ما كانش شي حمام خاص. وبمجرد لمست المبنى ديال الباب حست بحرارة لدرجة أنها ما قدرتش تفتح الباب. جابت وسادة وفتحت الباب، وهنا كانت الصدمة ملي شافت ممر المستشفى. كان كيبان مهجور لسنوات، والأرضية الخشبية هشة والجدران متآكلة، والصوت ديال الريح اللي كتسمع في الممر مع صوت البومة والغربان والخفافيش. وبقات رغد كتمشي في الممر بشوية بسبب الأرضية الهشة ورجلها اللي مكسور، وحست بواحد الألم قوي بحال اللي تكون عمرها تعالجت. وهي مشى وكتطلب مساعدة وتنادي لعل وعسى يستجب شي واحد. وشوية وهما يتفتحوا كاع النوافذ ديال المستشفى مرة واحدة وتسدوا، وسط ضجيج كبير وصراخ دراري صغار. وسمعت صوت نساء كتقول خليو رغد ما تأذيوهاش، هي بريئة وما عندها حتى دخلة. وهما كيغوتوا فحال اللي شي واحد كيعذبهم. رغد كان يتوقف القلب ديالها من شدة الخوف، ولكنها تأكدت أنها إذا فقدت الوعي ديالها ما يسمع عليها حتى شي واحد. كملت طريقها وهي كتردد الأذكار. المشكلة كان الظلام، وكانت كتمشي فقط على ضوء القمر الخافت اللي كان كيدخل من خلال نوافذ الغرف اللي في ممر المستشفى. هي ماشيه وكتفتح في أبواب الغرف باش تضوي طريقها. لاحظت رغد واحد الغرفة كانت الطلا ديالها جديد، كان فيها كلشي مرتب، ولكن كان دم كيخرج من الخزانة. ومجرد توجهها للخزانة رجع الضوء المستشفى من جديد، ورجع كلشي كيف ما كان في الأول. وما بقاتش كتحس بالألم، ولكن الدم باقي كيخرج من الخزانة. وصلت طريقها للخزانة وهي كتستعن بعمود تعليق المحاليل في يدها كعكاز باش يعاونها على المشي. مع فتح الخزانة وقف تدفق الدم، وظهرت كتابة في الخزانة كتقول شوفي موراك. دارت رغد بخوف وعينيها مغمضين، وملي فتحت عينها شافت البائع معلق من رجلو وبلا راس ومكتوب بالدم ديالو في الأرض جات النوبة ديالك. ملي قرات ديك العبارات حركت فيها مشاعر الخوف وارتفع الأدرينالين. توجهت للباب باش تخرج، ولكن الباب كان مغلق. بدات كتحاول تهرس يد الباب، وكل ما كسرت منه جزء كيعاود يرجع لحالته الطبيعية. استجمعت رغد القوة ديالها وضربت الباب ضربة واحدة قوية، انكسر يد الباب وتفتح. ومجرد خروجها من الغرفة رجعت المستشفى للحالة القديمة، أرضية هشة جدران متآكلة، ورجع الألم في القدم ديالها. وهي تجري في الممر سمعت خطوات تبعاها وأصوات بعيدة كتطلب منها الهروب. استمرت رغد بالجري رغم الألم حتى دخلت لواحد الممر فين جبرت المكان عامر بالناس والأطباء، وتغيرت الحالة من جديد. من كثرة التعب بقات كتمشي بشوية وهي كتسول المرضى والأطباء، ولكن كل واحد كيجاوبها بلغة مختلفة، بلغة هي ما كتفهم فيها حتى كلمة. حتى سمعت شي صوت كيناديها بسميتها. دارت رغد موراها وهي تجبر الأم ديالها اللي توفات. مشات عندها تحضنها وهي خوفانة، لكن شعور الاشتياق والحنان تغلب على الخوف ديالها. ففي اللحظة اللي ضمتها حسيت باللي ماماها رجعت للحياة، وبقات رغد كتطلب منها المساعدة وتقول لها كلشي باغي يقتلني هنا. مسحت الأم على راسها وقالت لا أنا هنا باش نساعدك، وأنا الصوت اللي كان كيطلب منك الهروب، وأنا اللي كنت كنعطل السير ديالهم، ودابا خصك تخرج قبل الفجر ولا تبقى هنايا حياتك كاملة وغتولي فحال هاد المرضى والأطباء اللي من حولك. قامت من على الأرض واتجهوا نحو مخرج المستشفى.
وعند أحد الممرات قالت الأم رغد: أنا نختفي هنا وانتي خصك تجري بلا توقف، رغم الإصابة ديالك والألم خصك تكملي بلا توقف. فعلا بدات رغد بالركض وهي كتسمع الصوت ديال ماماها كتصرخ من ألم الطعنات اللي كتلقى، حيت اعترضت طريقهم. ما قدرتش رغد تحمل صوت صراخ الأم ديالها فتوقفت، وهي على بعد خطوات قليلة من باب الممر الثاني. دارت موراها وقالت: إذا كنتو باغيين تقتلوني أنا هنا وخليو ماما. وقفت وهما كيجريو على خطوات منها. فتحت الأم الباب وشدت رغد لعندها وسداتو، وقالت لها: ياك وصيتك ملي تركضي ما توقفيش نهائيا. جاوبتها رغد: ولكن انتي كنتي كتصرخي. جاوبتها الأم وقالت: لا، هذيك ماشي أنا، هذاك فخ عملوه ليك باش توقفي. كملوا طريقهم في الممر الأخير حتى وصلوا للباب. ودعت رغد الأم ديالها بدموع حارة وخرجت من المستشفى وسط غابة كثيفة، وهي تشوف ماماها واقفة عند الباب كتبسم معاها وتودعها. لوحت رغد لماماها أيضا وهي كتبكي. ومع طلوع الشمس بدا المستشفى والأم بالتلاشي والتحول لأزهار، أزهار كتحركها نسمات الصباح الهادئة. قطفت رغد وردة من ديك الأزهار وكملت طريقها وسط الغابة بلا ما تعرف طريق الخروج.